من قبل الجامعة وأنا بعرف أستخدم سوفت وير زي سوليد وركس وكاد موديلنج. فحتى في الشغل لما محتاجين حد يعمل ريموديلنج لحاجة أو حد يصمم حاجة جديدة أو يعيد تصميم حاجة موجودة، فببقى أنا اللي شغال عليها أو من التيم اللي شغال عليها. المشاريع دي مجانا ولا كانت مدفوعه يعني لا لا، بتشتغل؟ كنت بشتغل مدفوع أنا بفلوس. وكل ده كنت متعلمه من في مرحله ما قبل الجامعه؟ جزء كبير منه. رائع جدا. هو في متعارف عليه دلوقتي اللي هو في حاجة اسمها اندستري 4.0 أو ماشينز بتاخد قرارات لوحدها بس فيزيكال اي اي. فيزيكال اي اي. ودلوقتي في اندستري 5.0 لسه كان بيتكلموا عليها من قريب، اللي هو في فيزيكال اي اي بس بينتراكت مع الوركرز الموجودين. النهارده معانا طالب ما شاء الله عليه يعني جميل، له قصه نجاح طويله. عبد الرحمن ازيك؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويس. اقول لك عبد الرحمن ولا منو؟ منو. الناس كلها عارفاني منو، كده منو. منو، عرفني بنفسك. انا عندي 23 سنة، بدرس هندسة ميكانيكا في راين فالي يونيفرسيتي في ألمانيا. ابتديت تدرس تكنولوجي وانت عندك كام سنه؟ من وانا عندي 3 سنين وانا 3 سنين، يعني من 20 سنه من وانت 20 سنة. بتدرس تكنولوجي. ما شاء الله. عايزك تقول لي ومن اول ما ابتديت وانت عندك 3 سنين لغايه دلوقتي ايه الحاجات اللي دراسه التكنولوجي دي غيرت حاجات في شخصيتك وخلتك تتصرف بطريقه مختلفه تماما، وهي دي اللي مأثره فيك لغايه دلوقتي وانت في الجامعه في المانيا بتدرس هندسه. معظم البطولات اللي أنا دخلتها وكده كنا بنبقى تيمز، فخلتني اعرف اتعامل in a team، وان احنا نبقى آه، شغالين مع بعض وفي تيم ورك ما بيننا وفي سبيريت حلوه ما بيننا وكده. فدي حاجه بلاقي نفسي ان انا متميز فيها لما بقى في الجامعه، عشان معظم الناس ما دخلتش بطولات كده. بلس اللوجيكال ثينكينج وطريقه التفكير اللي انا بفكر بيها لو انا في تيم او في بروجكت بابروتش وكده، بيبقى مختلف شويه عن الناس اللي معايا. ايه وجهة النظر المختلفة بينك وبين اي حد تاني ما كانش عدى بالمرحلة دي ودرس الحاجات اللي انت درستها ودخلت المسابقات اللي انت دخلتها؟ يعني مثلا لو في الشغل عندي بيبقى ناس بقالها في مجال الهندسه بقالهم 30 سنه وكده، بس هما بيبقوا متعودين على سيستم معين او على حاجه معينه بيشوفوها دايما قدامهم، ومشاكل بيشوفوها قدامهم، بس ما والحلول بيبقى معروف ايه هي. ما بيبقاش في innovative thinking او في طريقه جديده ان هم يابروتشوا بيها الحل. دايما بيبقوا الحاجات اللي هو مألوفه ليهم وعارفينها لدرجه مثلا ان هو ممكن يبقى نفس المشكله بتحصل وبيحلها بنفس الطريقه، بس بيبقى في مشاكل صغيره بتحصل بسبب الموضوع ده، هم بيبقوا متعودين عليها انها متعودين بتحصل عليها، فبيطنشوا ومتقبلين ان بيبقى في مشاكل صغيرة. بالظبط. نظرتك انت بقى ان انت ازاي تحل المشاكل دي، بالظبط. بمعنى المسابقات اللي انت دخلتها بتاعت ان اللي كان بيبقى فيها innovative solutions، وان انت ازاي تبتكر حلول جديدة للمشاكل اللي موجودة في الحياة العادية، خلتك تفكر بطريقة مختلفة وتوجد حلول لحاجات احنا متعودين عليها في يومنا العادي، مش كده؟ صح. انت بتقولي البروجكت اثر في حياتك خلاك بتفكر بطريقة مختلفة. البروجرامينج والميكانيكا خلوك ايه اللي غير في شخصيتك مش في دراستك؟ لا، في الحاجات اللي هي day to day او الحاجات اللي بتحصل كل يوم خلاني افكر فيها بشكل منطقي اكتر او حاجه لوجيكال اكتر، وان انا ابقى مرتب سيكونس حلول او طريقه مترتبه اكتر او زي لوجيكال اكتر. الفلوت شارت اللي انت زي الفلو بتعمله تشارت. اللي انت بتعمله تمام. انت بتدرس في الجامعه وبتشتغل جنب الجامعه، مظبوط. بقالك قد ايه بتشتغل وايه طبيعه شغلك اللي انت بتشتغله؟ دلوقتي بقالي قرب سنه بشتغل في الشركه اللي انا فيها، بس قبل كده كنت بشتغل كذا حاجه تانية. تمام. في الشركة اللي أنا شغال فيها دلوقتي شغال في R&D Research and Development، بس أكتر للماشينري اللي إحنا بنستخدمها. فبعمل simulations، بريديزاين حاجات في الماشينز. شغال على automation projects. دي شركه ايه؟ شركة ألمنيوم. مصنع. مصنع ألمنيوم. امم بنطبع على الألمنيوم. بنعمل كبسولات أو تمام.
قد إيه بتستخدم في الوظيفة بتاعتك دي من الدراسة اللي أنت درستها في الجامعة، وقد إمم. إيه بتستخدم من الحاجات اللي أنت اتعلمتها في فترة ما قبل الجامعة في التكنولوجي؟ من قبل الجامعة وأنا باعرف أستخدم software زي SolidWorks إمم. وCAD modeling، فحتى لمّا درستها تاني في الجامعة كنت already واخد step أكتر من زمايلي، فحتى في الشغل لمّا محتاجين حد يعمل remodeling لحاجة أو حد يصمم حاجة جديدة أو يعيد تصميم حاجة موجودة، فبابقى أنا اللي شغال عليها أو من الteam اللي شغال عليها. إمم. برضه programming ما خدتش بايثون في الجامعة، أخدنا MATLAB، بس في الشغل دلوقتي أنا باستخدم بايثون، فبالنسبة للناس اللي في المكتب برضه اللي شغال معاهم أو في الشركة شغال معاهم، برضه مدياني advantage كويس عنهم. بس الحاجات دي طيب درستها في فعلًا. الرحلة بتاعتك بقى دي أنت اشتركت في مسابقات كتير، إمم. وأخدت دورات كورسات كتير، ودرست صح. وحكمت وبتاع. إيه أكتر حاجة أثّرت فيك في الرحلة بتاعتك ال20 سنة دي؟ كلمني الأول عن المسابقات، وبعدين نشوف بقى أنت وقت التدريس بتاعك لمّا كنت بتدرس تكنولوجي قبل ما تسافر، وبعد ما تسافر أنت برضه ما درست في صح. الجامعة. اتفضل احكِ لي. بقى لي سنين كتيرة أوي كنت باخش FLL، وده ساعدني في الresearch نفسه، إن أنا أقعد أفكّر اللي هو أو يعني إن أنا أقعد أدوّر وأفكّر هاعمل إيه في المشكلة اللي بتبقى عندي. إمم. مش شرط تبقى حاجة traditional، الحل يبقى اللي معروف عليه أو المُتعارف عليه، بس ممكن يبقى حلول جديدة بالنسبة للناس اللي شغّالة معايا أو بالنسبة للteam اللي أنا فيه. برضه الFTC لمّا اشتغلت فيها كان متعتها أكتر بالنسبة لي إن هي كانت hands on أكتر، وكنت باحس إن أنا آمم شغّال فعلًا على حاجة يعني كبيرة. ومنها برضه اتعلّمت mechanical engineering كتير، mechanisms كتيرة اتعلّمتها هناك. وبعد كده بعد ما خلّصت كل ده ابتديت أدرس programming وأدرّس programming فترة. هل وأنت بتشتغل في الجامعة اشتغلت بالحاجات اللي أنت اتعلمتها من ما قبل كنت الجامعة والّا إيه بقى؟ كلمني على كنت الدراسة. شغّال في lab بتاع optics، فكُنّا بنستخدم lasers إمم. وheaters وأي حاجة ليها دعوة بwaves وكده. دي projects دي لشركات projects. معينة بتطورها جوّه كان الجامعة؟ كان في شركات بتطلب مننا حاجات مطوّرة في الجامعة، فكنت بابقى من الteam اللي هو شغّال عليها. إمم. فكان في حاجات بتبقى محتاجة analysis أو حد يقعد يشوف data معيّنة، بس الdata بتبقى كبيرة جدًا، فكان في مرّة أنا عملت زي software إن هو بياخد الdata وبيanalyze وبيطلّع لنا إمم. analysis في الآخر إيه إحنا وصلنا لقد إيه من اللي إحنا عايزينه. آآ وبرضه كنت شغّال على heater، إمم. بس كنت باطوّر في الprocessing system بتاعه أو الcontrol system بتاعه إزاي يشتغل، وكنت شغّال أكتر على control systems فيه. المشاريع دي مجانًا والّا كانت مدفوعة يعني لا، لا، بتشتغل كنت باشتغل بفلوس يعني؟ مدفوعة بفلوس. تمام. وكل ده كنت متعلمه في مرحلة ما قبل الجامعة. جزء كبير منه رائع جدًا. طيب هل في الحاجات يعني أنت أمّا بتكلمني على الFTC وإن أنت الميكانيكا اللي أنت اتعلمتها في الFTC، هل ده كان من أحد القرارات إن أنت دخلت قسم ميكانيكا في الجامعة لمّا رُحت ألمانيا؟ طبعًا، كان جزء إمم. كبير، وجزء برضه إن أنا متخصص في الجامعة design وmechanical design، عشان already كنت أنا في الmechanical team، وكنا شغالين على الparts بنفسنا، وكنت باتعامل مع CAD modeling وكده، فده خلّاني أحب أكتر الCAD، وإن أنا حابب إن أنا أخش في ده أكتر. ف جزء كبير أوي من قراري كان في الفترة دي. إن هو في الجزئية دي بالذات الطلاب كتير لمّا باقف أتكلم معاهم ومش بيدرسوا في قطاع التكنولوجي أو بيدرسوا في إمم. حاجة معينة قبل الجامعة، وأسأله أنت حابب تطلع إيه؟ بيقولوا لي لسه ما حددتش، وكان قبل كده كان على حسب المجموع يدخل الكلية اللي متاحة له. فإن اللي بيدرس تكنولوجي دلوقتي أو بيدرس أي مجال معين وعارف راسم مساره إيه هو، وهو اللي بياخد قرار يدخل أي جامعة ويدخل جامعة إيه ويتميز فيها، لأن طبعًا لمّا بتدخل في حاجة أنت حاببها، فزي ما بيحصل معاك أنت اتميزت فيها، عرفت تشتغل جوه الجامعة وعرفت تشتغل في مصنع برّه الجامعة، فبترسم طريقك، فبالتالي خطوات النجاح بتبقى للطلاب اللي محددة مصيرها دي إمم. أكتر بكتير من اللي ماشيين على حسب الموجة ما مودياهم على فين. صح. طيب في حاجة بقى عايز أكلمك عليها، الطلاب كلها دلوقتي بتتجه إلى الميكاترونكس، إمم. وأنت دارس ميكانيكا ودارس إلكترونكس ودارس بروجرامينج و قبل ما تدخل الجامعة، ليه دخلت ميكانيكا وما دخلتش ميكاترونكس؟
عشان الميكانيكا نفسها حاسس إن الdepth اللي أنا اتعلمته في mechanical engineering ما كنتش هاخده من mechatronics، وأنا كان هدفي أكتر إن أنا عايز أبقى مهندس ميكانيكا أكتر من مهندس mechatronics، بسبب حبي للميكانيكا نفسها، للmechanical design نفسه، والحاجات دي ما كنتش هاخدها من mechatronics نفسها. زي مثلا ايه؟ زي يعني الماتيريالز مثلا، ولا زي materials برضه من الحاجات اللي باحبها جدًا في الدراسة بتاعتي، دي مش بيدرسوها في ميكاترونكس؟ بيدرسوا جزء منها بس مش بنفس العمق بتاعها. العمق بتاعها. وبرضه الرسم الهندسي والCAD modeling والحاجات دي بيبقى ممكن في الجامعة عندي أكتر، بس هو بيبقى depth أكتر في بتاع الميكانيكا، وانت عندك اوريدي الباك جراوند والهيستوري بتاع بالضبط، فحابب الالكترونكس نفسها. بالضبط، فحاسس إن هو ده كان الاختيار بتاعي الصح، إن أنا كنت أخش mechanical بدل mechatronics، بسبب حبي للمواد دي بس. وكمان درست electrical، بس كان باحب ميكانيكا أكتر منها بكتير. شايف بعد 20 سنة، شايف التكنولوجي واخدانا ورايحة على فين؟ يعني ايه اللي جاي في مجال التكنولوجي؟ حاجات كتيرة جدًا، لو بنتكلم مثلًا يعني أنا شغلي دلوقتي معظمه production، فهو في مجال الproduction هيبقى فيه AI أكتر، بيستخدموه AI interactive مع الworkers اللي موجودين. هو في متعارف عليه دلوقتي اللي هو في حاجة اسمها industry 4.0، ده بيبقى آمم AI أكتر، أو machines بتاخد قرارات لوحدها، بس فيزيكال اي اي. physical AI. ودلوقتي في industry 5.0 لسه كان بيتكلموا عليها من قريب، اللي هو في physical AI بس بيinteract مع الworkers الموجودين. فبيبقى machines تقدر تاخد القرارات لوحدها، بس في نفس الوقت بيبقى في interaction ما بينها وما بين الworker اللي يا إما شغال على ده العالم كله شغال في المرحلة دي آه، آه. دلوقتي يعني. فبيبتدي دلوقتي بتتطور فيها، واللي هو باعمل أنا دلوقتي research في الشغل عندنا في الجزئية دي، عشان المفروض قدام هنعمل بس حاجة انا كده. دخلت مصانع كتير فيها روبوتس بتشتغل، بس وهي بتشتغل يعني مش بتتعامل مع بني ادمين. إمم، اعتقد في المرحله الجايه اللي هيبقى فيه ميكس ما بين البني ادمين صح. والروبوتس، ان هي بتدير المصانع هل ده اللي جاي عندكم في المصنع؟ وهل ده جزء من شغلك ولا؟ من جزء من شغلي وبرضه في جزء من steps التطوير، إن هم هيعملوا حاجة ليها دعوة بالAI، إن هو يبقى interactive مع الناس، أو interactive مع الworkers. ايه اللي المفروض يدرسه الطالب علشان هو بيدرس روبوتكس في المرحله اللي ما قبل الجامعه، وبعدين يبتدي بقى يدخل في مرحله الفيزيكال اي اي او الاندستري 5.0، اللي هو يبقى الروبوت بتاعه بيتعامل مع بني ادمين؟ فهل في كمبيوتر فيجن، في ماشين ليرنينج، في هو من زمان وهو الحاجات دي موجودة، بس ممكن كانت بتبقى بحاجات أبسط بكتير. حتى لمّا كنت أنا في teams في الFLL، كان الروبوت مثلًا بيinteract مع الground، ومن حاجات معيّنة بيبتدي إن هو ياخد قرارات. بس دلوقتي بسبب إن في AI، فهو هيبقى الموضوع ممكن تبقى complex أكتر، إن هو ممكن بكلمة معيّنة يtrigger حاجة معيّنة تحصل. فحاسس إن هو ده اللي جاي. ده اللي جاي. انت اقول لك بقى كمان ممكن اللي انا شايفه ممكن يكون ايه اللي جاي، ان انا امسك الروبوت واقول له ان في ميشن على في الاف ال ال، في ميشن كذا وكذا وكذا، وكل واحده ليها سكور كذا، واحطه وهو اللي يبتدي يعمل البروجرامنج لنفسه، ويروح ينفذ الميشن اللي في خلال الدقيقتين ونص ينفذهم بنفسه من غير ما تدخل. طيب، تستخدم الاي اي في حياتك؟ ابتديت أستخدمه من قريب. بيبقى AI tools للCAD modeling بتسهّل شوية. وبرضه من الحاجات اللي هي ممكن في الشغل لو باعمل باكتب كود والّا حاجة، وفي جزء محتاج مساعدة فيه، فباخلّيه هو يعمله، وبعد كده أراجع أنا عليه إن هو تمام، وبابتدي أmix and match، يعني بابقى ما بين شغلي وما بين الAI. بيدي لك نتائج مظبوطه دايما، ولا ممكن بيدي لك نتائج مش صح؟ لأ، ساعات كتير بيدّي نتايج مش صح، بس ساعات بتبقى مضبوطة. مم. بس هو still يعني إحنا يعني حاسس إن هو لسه قدّام هيتطوّر أكتر، وهيبقى usable أكتر. بس بس ممكن يدي لك افكار ما كان، او بيسهل لك في وقتك ان انت بيس تنجز البرنامج بي بتاعك. بيساعدني كتير طبعًا إن أنا مم. أنجز الtask اللي ورايا. مم. يعني أنا أستخدمه إن هو يخلّص project من أوله لآخره، ده لا مش صعب طبعا. مم. أحسن، مش صح. بيوفر وقت، بيوفّر وقت. وممكن يدي بس حلول مش موجوده عندنا. بس هو إن هو يستخدم
بزي guidelines أو أكيد. ب بضوابط معينة. اللي هو ما اديلوش الproject كله إن هو يعملها، لازم أضبط شوية حاجات فيه الأول. طبعًا أنا حابب بس ال AI يسألك بقى سؤال عن مسيرتك دي، اتفضل. ترد عليه تقول طيب يا منو، أنا هسألك حاجة على طول. بما إنك بدأت في التكنولوجيا من سن صغير، إيه أكتر تحدي واجهته في مسابقات الروبوتكس؟ وإزاي حسيت إن ده كان ليه تأثير على اختيارك للهندسة الميكانيكية بعد كده؟ ممكن إن أنا كنت أتعلم softwares جديدة، أو إن أنا أطلع مثلًا برّه شوية، إن أنا كنت باحب ميكانيكا أكتر، ودخلت شوية إن أنا أدرس programming وكده. آمم واضح إنك عندك شغف حتى بتجربة حاجات خارج تخصصك. لو حبيت توازن بينهم في المستقبل، أنت شايف إزاي ممكن تدمج الميكانيكا مع البرمجة في شغلك؟ هو ده حاليًا أنا باعمله. ده بيبقى دايمًا عندي زي باكود حاجة إن هو بتسهّل عليّا مثلًا task معيّنة، وبتبقى شغّالة في الbackground وأنا باعمل شغل تاني، أو بيبقى دايمًا معايا tools أنا عاملها ككود في الشغل، بتبقى مطلوبة ساعات إن أنا أستخدمها. بس. يعني أنت بتخلق لنفسك أدوات تسهل حياتك من جوه الشغل، وده بصراحة ذكاء. أتمنى إن كل مشروع جديد عندك يكون فرصة تطلع فيها بدمج بين كل الحاجات اللي بتحبها. شكرًا. المسيرة الجميلة دي، واللي بيها قدرت إن أنت برضه تدخل الجامعة في ألمانيا تتقبل في جامعة في ألمانيا. أنت بتدرس بالإنجليزي مش كده؟ مضبوط. تمام. ساعدتك أكيد إن أنت تدخل جامعة مميزة في ألمانيا، أنت تدرس الحاجة اللي أنت بتحبها، ودي حاجة تبسطني يعني إن طلابنا بيقدروا يوصلوا للمرحلة دي، وكمان إن بيقدروا يتميزوا في شغلهم، وإن هم يلاقوا شغل من وهم في الجامعة، مش يستنوا لغاية كمان لما يتخرجوا من الجامعة. فأنت حابب تقول إيه للطلاب اللي لسه في مرحلة ما قبل الجامعة وما ابتدوش يدرسوا تكنولوجيا؟ إن هم يبتدوا من بدري، إن هم يبتدوا يدرسوا تكنولوجيا على الأقل، مثلًا programming أو tools اللي هي مطلوبة، وفي نفس الوقت إن هم يعملوا الحاجة اللي هم حابينها. يعني لو هندسة، يخش هندسة اللي هو حاببها، حتى لو مش شايف إن مثلًا يبقى ليها مستقبل أوي، أو مثلًا لو بيحبوا حاجة تانية برّه الهندسة خالص، إن هم يدرسوها كده، وعشان ده هيساعدهم يعني بعدين. مش مهم يدخل هندسة، يدخل أي كلية هو بيحبها، ومنها بس هيلاقي المهم تكنولوجي هتأثّر عليها بأي طريقة يعني. يعني يدرس تكنولوجيا بصرف النظر هو حابب مضبوط. يدخل إيه. يعني إمم. لو حد بيحب يرسم، فهو لو دخل فنون جميلة هيلاقي إن هو ممكن يبقى graphic designer، فده نوع من أنواع الtechnologies إن هو يقعد يستخدم أيًا كان الsoftware اللي هيستخدمه. أو لو دخل طِب، برضه في حاجات بتتطور كل يوم، ففي technologies هيستخدمها، فيدرس اللي هو بيحبه، بس أيًا كان اللي هيدرسه، فهو في الأول وفي الآخر في technology هتأثّر عليه، إن هو يكون دارس حاجة من قبل كده هتسهّل عليه وهتخلّيه متميز بعدين. جميل جدًا. شكرًا يا منّو، وبالتوفيق في مستقبلك اللي جاي كلّه، وإن شاء الله تتخرّج بقى وتشتغل في وظيفة كمان أكبر كده، وكمان في الشركة بتاعتك. شكرًا يا عبد الرحمن، والتوفيق يا رب.